حوالي 1300 ميلادي بيزور مصر واحد من المغرب اسمه ابن الحاج العبدري الفاسي. والعبدري في لقبه يعني حفيد عبد الدار بن قصي من قريش المفروض يعني. المهم الراجل ده لما جه مصر شاف المسلمين والمسيحيين عاداتهم متشابهه جدا، وملابسهم متشابهه جدا، وتقاليدهم وعادهم متشابهه جدا، وافعالهم متشابهه جدا، لدرجه انه استعجب ان دول مسلمين وبيعملوا كده من وجهه نظره. طبعا من ضمن الحاجات اللي حكاها انه في مواسم معينه المسيحيين بيستفتحوا اليوم بانهم بيعملوا اكله هو سماها عصيده، وده بيكون في مولد يسوع المسيح، وكان المسلمين كمان بيعملوا كده معاه. وموقف تاني هو بيحكيه عن احد الاعياد وبيقول: ومن ذلك ما يفعله بعض المسلمين في احد اعياد القبط الذي يسمونه عيد الزيتونه، فتخرج النصارى في ذلك اليوم في موضع يقال له المطرية إلى بئر هناك تسمى بئر البلسة، وهي معروفة مشهورة، فيجتمع إليها في ذلك اليوم في الغالب جمع كثير من القبط وغيرهم من بلاد كثيرة يأتون إليها للغسل من مائها. ولاحظ معايا هنا إنه استخدم لفظ نصارى لوحده بمعنى مسيحيين، ولفظ مسلمين لوحده، ولفظ قبط لوحده. ولاحظ معايا كمان انه استخدمه من منطلق عرقي مش ديني، رغم انه عيد الزيتونة هو عيد مسيحي مش قبطي، لكن هو نسبه للقبط في الاقتباس وده غلط منه. وعموما الموقفين اللي ذكرهم دول كان مشاركة من المسلمين في أعياد المسيحيين. بيكمل بقى ابن الحاج وبيصف عادات تانية ولا هي عادات مسيحية ولا مسلمة، دي عادات من وجهة نظره تعتبر من مجمل الخصال الفرعونية. وكان ذكر انه لما بيجي وقت معين من السنة بيروح المصريين عند نبات اسمه كركيش، بعدين بيقطعوه من جذوره، بيقطعوه باستخدام الذهب والفضة والزينة، وبيتمتموا بكلام أعجمي وهم بيقطعوه. أعجمي هنا يقصد اللغة المصرية، وفي وجهة نظره انه احتمال الكلام الأعجمي ده يعتبر شركي. بعدين بيخلطوا النبتة بالزعفران وبيخلوها في بيوتهم وبيعتبروها مجلبة للرزق. وقال كمان انه لما قال الكلام ده لأهل العلم من شيوخ المصريين بعضهم حتى استحسن الفعل وبعضهم سكت عنه. وكان بيكمل كلامه انه حاول يحاجج اهل العلم من المصريين دول في المسألة دي. على كل حال ابن الحاج ذكر حاجات تانية، وزي ما قلنا كان بيعتبرها من خصال الفراعنة فضلت في آل فرعون وهم القبط من وجهة نظره. ومش محتاج اقول طبعا ان لفظ الفراعنة هنا مش مرتبط بفرعون الشخصية الدينية فقط، لكن المصادر الإسلامية ربطته مع المصريين القدماء، زي لما ذكر الخوارزمي ان الأهرام تعتبر قبور لملوك القبطي وهم الفراعنة. طيب الكلام ده احنا بنقوله ليه في بداية الحلقة؟ عشان تعرف 3 حاجات. رقم 1 انه كان في تناغم كبير بين المسلمين والمسيحيين بالنسبة لواحد اجنبي ما شافش الكلام ده قبل كده زي ابن الحاج، وان حتى الشيوخ المصريين كانوا اخف منه في المسائل دي. رقم 2 ان لو المسلمين عملوا عادات المسيحيين زي الامثلة اللي ذكرها، فده معناه انهم غالبا كانوا حديثو العهد بالاسلام. وده منطقي لان الادريسي حوالي 1150 ميلادي بيذكروا بيقولوا إن أكثر ساطيق مصر وقراها في الجوف والريف، وأهل هذه القرى قبط نصارى يعقوبية ولهم الكنائس الكثيرة. ففي الوقت ده كان أغلبية مصر ما تزال مسيحية مع تحول للإسلام واحدة واحدة. رقم 3 إنه كان ما زال في عادات مصرية قديمة ولغة مصرية قديمة قبل 700 سنة بيستعملها أهل مصر بمسلميهم ومسيحيهم، زي عادة نبتة كركيش. ومن الآخر كده المصريين في الفترة دي كانوا متشابهين ومنصهرين ثقافيا لدرجة خلت واحد مش مصري يستغرب من عاداتهم وتقاليدهم. وقبل ما نتكلم عن الجينات فخليني أقول لك إن التشابه بين ملامح المسلمين والمسيحيين يعتبر كبير جدا وملحوظ جدا، مش بس تلاقيه في الشارع بين الناس وبعضها، ده حتى ممكن تلاقيه في المشاهير وأهل الدين والفن والسياسة. ودي صور الناس بتنشرها على النت، وبعيدا بقى عن الهزار هتلاقيهم متشابهين. ويمكن تشابه ملامح المصريين مع بعض ده تعتبر حاجة ملحوظة جدا حتى بالنسبة للأجانب، ملحوظة لدرجة إن مؤرخ زي أبو عبيد البكري حوالي 1070 ميلادي، وده كان راجل أندلسي، قال: وأهل مصر يشبه بعضهم بعضا في الأبدان والأخلاق، وكذلك الصقالبة يشبه بعضهم بعضا. ما قالش إن المسلمين شكل ولا المسيحيين شكل تاني مثلا. والحقيقة إن الدراسات الجينية اللي اتعملت على المصريين كانت حاسمة في موضوع تشابه أصول المسلمين والمسيحيين مع بعض. بداية من 2009 اتعملت دراسة كان القائمين عليها فريق من باحثين لجامعة شيفيلد وكامبريدج بريطانيا وتورنتو، والدراسة كانت على فحص سكان دولة الكويت، وبعدين تم مقارنة سكان الدولة الخليجية دي بالشعوب عالميا. وجي فيها اقتباس ان مقارنه نتائج الحمض النووي بين بدو الكويت مع المصريين المسلمين من الصعيد والمصريين المسيحيين من الصعيد برضو، اكتشفوا ان في تجانس ما بين المصريين المسلمين والمسيحيين في مكون شمال افريقي اصيل باغلبيه جيناتهم، على عكس السكان البدو ومعهم الحضر بالخليج والجزيره العربيه وكمان السعوديه واليمن اللي ليهم مكون مختلف. والدراسه دي تعتبر مهمه لانها مقارنه مباشره ما بين الاصول العربيه والمصريه، وظهر فيها ان المصريين بعيدين عن العرب، وبرضه اثبات ان المسلمين مش عرب زي ما البعض بيحاول يروج عن اصولهم. دراسه ثانيه اتعملت سنه 2017 من طرف باحثين وعلماء من أوسالا السويديه ومن الجامعات الالمانيه زي ماكس بلانك، والعينات المره دي عن اقباط السودان اللي هو اسم المسيحيين هاجروا من مصر من حوالي 200 سنه. المهم مقارنه عينات المسيحيين
المسيحيين دول مع العينات المصرية المسلمة لقيت تشابه كبير وتمايز وراثي منخفض ما بين الطرفين، وتنوع جيني كمان قليل ما بينهم مع بعض، بمعنى انه مفيش مكون وراثي موجود عند فئة سواء المسيحيين مش موجود عند المسلمين والعكس، وده معناه ان الاصول الوراثية واحد عند الطرفين. ودراسة غيرها اتعملت لسنة 2023 لاحظت تشابه الأقباط السودانيين اللي هم المسيحيين زي ما قلنا مع عينات مصرية من القاهرة، وكانوا متشابهين وراثيا للمرة الثالثة. وخد بالك ان الثلاث دراسات اللي ذكرناهم دول اعتمدوا على برامج زي الاوتوسومال ادمكسشر وستراكشر، واستخدموا ادوات كتير زي الاف اس تي ديستانسز والبي سي اي العادي. واخيرا في دراسه مصريه لسنه 2020 ودي بقى الاهم من وجهه نظري، ومشارك فيها باحثين ودكاتره علماء من جامعات ومؤسسات كتير وطنيه. الدراسه فحصت عينات عشوائيه من المسلمين والمسيحيين، وكمان لقت تجانس بين الطرفين بشكل كبير، والمره دي باستخدام طريقه الاس تي ارز، وده بيأكد الاستنتاجات العلمية الكتير جدا من الدراسات بداية من 2009 لغاية 2020. مصر طول عمرها ومن زمن الزمن ما كانتش ساحة لانقسام ديني أو حدود فاصلة ما بين مسلم ومسيحي، بل كانت وما زالت أرض النسيج الواحد، لدرجة خلت شخص زي ابن الحاج تعجب من التشابه الكبير ده، لدرجة حتى ذم المصريين من وجهة نظره لأنه شايف إنهم لازم يتعاملوا بطريقة تانية. بغض النظر بقى اذا معاه حق او لا، لان واثق ان اكيد شيوخ المصريين ردوا عليه في زمنه. لما حد يقول لك ان الاختلاف الاديان بيننا وبين اخوك المسيحي هو مدعاة للفرقه، فكروا بان الاديان كافه والاسلام خاصه، كفل للكل حريه الاعتقاد، وفكروا بارامه الرحم المهمه ما بيننا. المسيحيين هم اخوات المسلمين بالوراثه واولاد اعمامنا واعمامنا وقرايبنا واهلنا، وكلنا دم بعض ولحم بعض، والدم لا يتبدل اذا تبدلت المله. احنا زي الشجره اللي اتقسمت فرعين. ويمكن اكتر كلمه فصيحه استشهدت بيها النهارده هو مقارنة أبو عبيد البكر الأندلسي اللي قال لك إن المصريين يشبه بعضهم بعضا في الأبدان اللي هو الجسد يعني والأخلاق. والعلم الحديث النهارده عبر أدق التحليل الجينية بيحط الختم النهائي على الحقيقة دي، إن المصريين يشتركوا في أصل واحد وفصل واحد ومصير واحد، ودايما طول عمرنا في ظهر بعض.